في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا ورك رومي روستو في الفرن ويطلع مستوي حلو ومتحمر ودايب زي ما انتوا شايفين. وبنفس الطريقة تقدروا تسووا صدر الرومي او الديك الرومي كامل. هقولكوا على كل الحاجات اللي تخليه ما ينشفش معاكم في الفرن ويطلع جوسي وريحته وطعمه خطيرة. انا نسمة، لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. وعشان اسهل على نفسي طلبت ورك رومي من شركة طازة. الميزة عندهم ان كل الطيور تربية بيتي 100%، وبعمل الاوردر تاني يوم على طول بيوصل لي مدبوح طازة متنضف بالملح والليمون والدقيق زي ما بننضفه في البيت، متغلف بكذا طبقة زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي تسريب ولا روايح، الحاجة جالك فريش من الكيس على الحل على طول. وعلشان يطلع جوسي معانا ويستوي حلو هعمله محلول نقع. نحتاج ربع كوباية ملح، تلت كوباية من السكر، فصوص توم، وهنحتاج اعشاب عطريه، بحب استخدم زعتر وروزماري بيدوا طعم حلو قوي. هنحتاج كمان شرايح برتقال وشرايح ليمون وربع كوبايه خل تفاح، تقدروا تستغنوا عنه وتستخدموا عصير تفاح بس من غير سكر. وهنحتاج بقى شويه توابل، اعواد قرفه وحبهان ورق لورا، وهستخدم هنا معلقه كبيره شمر تدي طعم حلو قوي للتركي. هنحتاج بقى حله صغيره هبتدي انزل فيها السكر والملح والتوابل والثوم، وهبتدي انزل عليهم كوبايتين ميه مغليه، وهرفع الخليط ده على النار لحد ما الميه تغلي كده وتاخد من النكهات بتاعه التوابل اللي احنا عملناها. بعد كده هستخدم بقى الحاجه اللي هنقع فيها التركي، هبتدي انزل الميه دي بالتوابل، هزود عليها بقى باقي المكونات، وبعدين ازود عليها ميه متلجه. احنا عايزين الميه دي تبقى بارده تماما قبل ما نحط فيها اللحم. وعلى فكره دي الطريقه اللي بنستخدمها في البراين لاي نوع لحوم. محلول النقع ده برضو مناسب للفراخ والورك الرومي للبط لاي نوع لحوم. هتاكد ان الميه بردت تماما، وبعد كده هنزل فيهم الرومي، هنغطيه كويس بقى وندخله التلاجة لأحسن نتيجة 24 ساعة وأقل حاجة 12 ساعة. كل ما بيقعد في المحلول كل ما نيجي نسويه ما بينشفش مننا وبيدي طعم حلو قوي. اهم حاجة ان كل شوية ابتدي اقلبه على الناحية التانية عشان يتشرب من كل النواحي. تعالوا بقى نعمل التتبيلة اللي هتدي للرومي الطعم والشكل الحلو. هحتاج 3 معالق كبار زبدة طرية، نص معلقة صغيرة بودرة بصل، ونص معلقة صغيرة بودرة ثوم، ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة، وهزود عليهم عود روزماري بيدي طعم ونكهة حلوة قوي للحمة. هنقلبها كويس بقى ونسيبها على جنب. بعد كده هطلع الرومي من التلاجة، هحطه على شبكة وهنشفه كويس جدا. عايزين الطبقة اللي فوق تبقى ناشفة تماما عشان تاخد لون حلو في الفرن. وبعد كده هبتدي ادهنه بخليط الزبدة والتوابل اللي انا عملته. لازم يكون متغطي من فوق ومن تحت بالخليط ده عشان هو ده اللي هيديله الطعم الحلو. بعد كده هنحتاج شوية خضار عشان نحطهم تحت الرومي، بصل متقطع وجزر وراس توم قسمتها نصين. وعلشان ورك الرومي يطلع مستوي معانا ودايب زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده، هسويه النهارده في كيس حراري. هستخدم كيس من اكياس الفرن دي بس مقاس الكبير قوي، واختاروا نوع اكياس يكون كويس ويستحمل الحرارة في الفرن. هجيب صينية هحط فيها الكيس، هبتدي انزل فيه الخضار وبعدين احط عليهم ورك الرومي، وبعد كده هقفل الكيس كويس قوي، وبسكينة هعمل فيه فتحتين صغيرين كده عشان يطلعوا البخار، مش فتحة كبيرة، انا عايزاه يستوي عادي بس عشان الكيس ما يتفتحش في الفرن. ولازم نحط حوالين الكيس الحراري مية سخنة، هنحط مية لحد نص الصينية كده، مية مغلية، وبعدين هندخل الصينية زي ما هي فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 220 اول ساعة، وبعد كده هوطي الحرارة 180 وهسيبه ساعة ونص. هو تقريبا 2 كيلو ونص، فهياخد ساعتين ونص تقريبا عشان يطلع مستوي ودايب زي ما انتوا شفتوه كده. بصوا ده شكله اول ما طلع من الفرن. هنفتح بقى عليه، بصوا هو استوى واتحمر وكل حاجة، مش محتاجين نعمل اي حاجة. انا قدمته بقى على رز بالخلطة والمكسرات. بصوا شكله وريحته تجنن. عايزة اوريكم بقى هو مستوي قد ايه. الطعم والنكهة مختلفة، طعمها حلو قوي واللحمة دايبة. خدوا بقى شوية من الصوص اللي نزل منه وكلوه بألف هنا. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.